هقول لكم على سر يخلي القرص طريه ودايبه وطعمها وريحتها تجيب اخر الدنيا. بصوا 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 بصوا، بسم الله ما شاء الله. بصوا الحلاوه دي، الله اكبر. بخبره سنين واسال مجرب ونشوف القرص هتطلع معانا لونها موحد ازاي وطريه ازاي، وكل ده هنعرفه مع بعض. وازاي نعرف اذا كانت هتطلع معانا دايبه ولا ناشفه ولا كمان الطعم بتاعها مش مظبوط. كل ده هنعرفه معانا بفضل الله ثم بدعواتكم ليا. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي معاكم يا ريت تحطوا لنا لايك وتدعموا الفيديو، واللي مش مشترك معانا يا ريت تشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل له كل جديد. اول حاجه علشان نعمل بقى شويه قرص كده ايه زي الملبن زي ما عملناهم قبل كده، بس قبل ما اقول لكم بالله عليكم ما تنسوا تحطوا له لايك وتدعموا الفيديو. بصوا بقى، اول حاجه معانا 2 كيلو من الدقيق، هنحط عليهم ايه؟ بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، نحط عليهم رشه ملح كده اهو، رشه ملح. نحط عليهم حبه سكر عشان نبصوا، لو سكر بودره يبقى احسن، بدل ما تحطيه في قلب الدقيق يبقى سكر بودره. هنحط معلقتين وهقول لكم هنحط الباقي فين دلوقتي. بصوا كده اهو، ونحط عليهم 600 جرام من السمنه على قشطه على زبده زي ما انت عايزه. بصوا 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 بصوا، بسم الله ما شاء الله. بصوا الحلاوه دي، الله اكبر. بصوا يا ولاد الطعامه، اللهم صل على النبي. وبس بقى، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. الله على ريحه السمنه، الله، بسم الله ما شاء الله. وبس بقى، انا عايزه كل حبايه من الدقيق تتغلغل خالص كده بالسمنه، تبقى معايا عامله زي خليط الرمل كده وداخله ايه على عجينه. بصوا هوريكم دلوقتي، بسم الله ما شاء الله. بس بقى فيها لحد ما الاقي الحبيبات كلها بقت ناعمه معايا خالص كده. بصوا 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 يا ولاد، بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا بقت ناعمه معايا خالص. اعمل ايه؟ خلاص اركنها دلوقتي معايا على جنب كده. بصوا، وعندي هنا كيلو و150 جرام من اللبن الرايب على قشطه او زبده. انتوا فاهميني؟ الناس اللي مش عايزه تحط قشطه، ما عندهاش قشطه، حابه تحط زبده تحط زبده. هنحط قد ايه؟ احنا حطينا هنا سمنه قد ايه؟ حطينا هنا 600 جرام من السمنه، سمنه على زيت على زبده زي ما انت عايز. طيب انا هنا عندي كيلو و150 جرام من اللبن الرايب، هحط عليه قد ايه؟ كل كيلو من الدقيق هياخد معايا من 100 جرام ل 150 جرام ل 200 جرام على حسب ما انت عايزه القرصه دايبه او ايه ماسكه نفسها شويه. لو انت حابه القرصه دايبه شويه يبقى 600 جرام من السمنه ومعايا 150 جرام من القشطه على 550 جرام من اللبن الرايب. خلاص كده تمام. هتاكلي شويه قرص هتدعوا لي عليهم. معانا اللبن الرايب اهو وعليه قشطه. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي يا ولاد، اللهم صل على النبي. اقوم بقى جايبه ايه؟ السكر اللي انا قلت لكم عليه اهو، اللي انا اقول لكم احط بقيته فين. كل كيلو بياخد معايا 50 جرام من السكر كده، حلوه قوي. واجيب بقى الخميره معايا، احط قد ايه شيماء خميره على ال2 كيلو دول؟ هحط 10 جرام يا اما 15 جرام علشان بس ايه يخمروا بسرعه معايا اهو. واقلبهم، اقلب 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 كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين القشطه عامله معاها ازاي مع اللبن الرايب؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حاجه كده زي العسل. هدوبها كويس جدا. عايزه اقول لكم بقى الناس اللي بتحب تحط روايح، لو انتوا هتعملوا بالسمنه البلدي انصحكم ما تحطوش اي روايح خالص على القرص. طيب الناس اللي بتقول على المحلب، عايزه اقول لكم المحلب حلو قوي. لو انتوا حابين تحطوا ربع معلقه صغيره خالص من المحلب، بيبقى عامل زي حبايه اللوز صغيره كده، وبتبقى قد حبايه الغله اللي هي القمح، حبايه القمح كده بتبقى صغيره شكلها كده، وبتيجي زي حبايه الغله، وانت بتضربها بتسحنها في قلب الكبه وتاخدي ربع معلقه صغيره عليها، بتخلي ريحه القرص حلوه قوي. ده لو انت عامله بسمنه من التانيه. لو عامله بسمنه بلدي اللي هي السمنه الفلاحي انصحك ما تحطيش عليها اي روايح.
اهو. بسم الله ما شاء الله. تعالى اوريكم بقى يا ولاد. اللهم صل على النبي. بصوا بصوا بس كفايه بقى وقلبي. احنا هنا في الصيف يا ولاد بنستكفى بس بالخميره، ولو انتوا حابين تحطوا بيكنج باودر هتحطوا على كل كيلو هتحطوا 7 جرام من البيكنج باودر. بسم الله ما شاء الله. عايزين تعملوها بلبن حليب ينفع، لبن رايب ينفع، زبادي ينفع، بس ميه لا ما ينفعش. قرص اللي هي القرص البنين، القرص الطريه، لو حسيتوا ان هي احتاجت معاكم ممكن تحطوا لبن حليب او بق ميه صغير، بس انصحكم لو في لبن حليب يبقى احسن، ما تحطوش ميه. بصوا العجينه لمت معايا وبقت زي الفل. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا ملمس العجينه بيكون طري زي ما انتوا شايفين كده، بتكون طريه معايا اللي هي بصوا وناعمه جدا. يكون خدمتها كويس بالخليط اللي انا عملته. بسم الله ما شاء الله. شايفين ايدي؟ عايزه اقول لكم الريحه يا ولاد مادام بسمنه بلدي وحته زبده كده تبقى انسوا بقى خالص، تبقى زي العسل ان شاء الله بامر الله. بجد هتعملي شويه قرص هتحلفي بيهم. انا بعد ما عجنتهم بقى كده وخلصنا عجين بسيبهم لمده ربع ساعه 10 دقايق يرتاحوا، بس انا مش هسيبها تخمر. احنا في الصيف كده يا ولاد وهتخمر معانا على طول بعد التشكيل. لو احنا في الشتاء ممكن تخمريها بعد العجن، وبعد العجن كمان تشكليها، وبعد التشكيل بتخمريها. انا هكور بقى القرص بتاعتنا بالشكل ده. الكويرات بتاعتكم بتكون صغيره كبيره على حسب ما انت عايزه او على حسب ما الزبون طالب. خلاص كده تمام. وكور. انا لما بعمل قرص بقى يا بنات بكور القرص بتاعتي كلها العجينه كلها بكورها واخلص، وبعد كده بغطيها لمده 5 دقايق بعد التكوير، لان كده لو كميه كبيره انا بعد ما بخلص بجيب اللي انا عملته في البدايه وايه وابططه يعني افرده كده ايه بايديا. خلاص دي اهم حاجه في القرص. في ناس هتخش دلوقتي تقول لي طيب انت ما حطيتيش سمسم ليه يا شيماء؟ هقول لكم اللي طالبها عايزها ساده خالص، ولا روايح ولا سمسم ولا اي حاجه. ليه؟ علشان هياكلوا بيها جبنه، ياكلوا بها لبن، يشربوا بها لبن. الحاجات دي تبقى يعني متاحه معاهم في كل حاجه. خلاص لو انتوا حابين تحطوا سمسم تحطوه مع السمنه اللي انتوا بتحطوها وتبسوا بيها الدقيق. خلاص ركزوا في حته زي دي يا بنات. تعالوا بقى للتبطيط. طبعا بعد ما بخلص تكوير زي ما انتوا شايفين كده بنجيب اللي احنا كورناها في الاول. اول حاجه بنجيبها ونبططها الاول. ده السمك بتاع القرصه. خلوها احنا في الصيف خلوها رفيعه شويه، علشان احنا في الصيف بتخمر وبتخمر بزياده كمان، فما تقلقوش منها. وعلى حسب برضو انتوا حابينها تخينه رقيقه براحتكم، بس لما تكون مايله للرفع شويه يا ولاد بتبقى حلوه. وده في الاول وفي الاخر بترجع لك انتي، ده بتبقى يعني على حسب المطلوب او على حسب ذوقك انتي. بصوا بقى للناس اللي ما بتعرفش تكور على الطبليه او على رخامه او على حاجه وتشيلها تحطها في قلب الصاجات، انت ممكن تحطوهم في قلب الصاجات زي ما انتم شايفين كده. الكور اللي احنا عملناها بتاعه القرص ونحط واحده ريح واحده، بس بنسيب مسافه علشان لما نيجي نبططها في قلب الصاج زي ما انتم شايفين كده ما تلزقش، وتكون في مسافه ما بينهم علشان لما تيجي تخمر ما يلزقوش في بعض. طيب لو انت عامله كميه كبيره بعمل ايه؟ عامله كميه كبيره من العجين اللي انت شايفاه ده من القرص. لو انت عندك صاجات كتير ممكن تبططي وتحطي في قلب الصاجات على طول. لو ما عندكيش صاجات ولا يعني ما عندكيش صاجات كفايه اقصد، وعندك صواني كبيره وما ينفعش تخش الفرن او الواح، ممكن تحطي اكياس مشمع زي كيس بلاستيك كبير او حاجه زي كده، وبحيث ان انت تيجي تشيليها من على اللوح او من على الصينيه وتحطها في قلب الصاجات تبقى سهله عليكي وتعرفي تشيليها، علشان كمان ما تمصوعش في ايديكي. يعني ايه تمصوع؟ يعني تيجي تشيليها من على اللوح على طول مباشر او من على الصينيه وتيجي تحطها في قلب الصاجات زي ما احنا عاملين كده، تبص تلاقي ايه الخمر بتاعها فتح من النص كده، وتلاقي القرصه بتاعتك ما تبقاش كلها سمك واحد.
بحيث ان انت لما تيجي تسويها في قلب الفرن تلاقي اللون بتاعها مش موحد، وتلاقي حته عاليه وحته واطيه كده. لا، خلي القرصه بتاعتك مظبوطه. خلاص انا ببطط بقى كل الكويرات اللي انتوا شايفينها دي، وبعد ما بكور وببطط بعمل ايه؟ بسيبها تخمر واغطيها، ولازم اغطي الصاجات علشان وشها ما يقشفش يا بنات، ولازم تكون خمرانه. وبعد ما بتخمر بولع الفرن على درجه حراره متوسطه زي ما انتم شايفين كده، وببدا. انا عايزه اقول لكم هنا ان انا كنت بعمل اوردرات اللي هي القرص والعيش الطري الفلاحي، وكان شغل جامد جدا. فبالله عليكم عايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه كده وتدعموا الفيديو. لو وصلتوا معايا لحد هنا بالله عليكم تحطوا لايك وتقولوا لي ايه رايكم في القرص اللي طالعه لون موحد والسمك بتاعها موحد زي ما انتم شايفين كده، وبسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. ايه اللي بيخلي اللون بتاعها موحد كده يا بنات؟ بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا بقفل الفرن ومن وقت للتاني ببدا اضير الصاج، من وقت للتاني يعني كل دقيقتين او 3 دقايق بضير الصاج علشان يطلع اللون موحد والسوا بتاعه مظبوط زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي. بجد والله العظيم لو عملت زي ما بقولك كده هتعملي شغل ومعلومات من الاخر، محدش هيقولك على الاسرار اللي انا قلتلك عليها النهارده دي. بجد والله يا بنات. بصوا ده وهي عجينه اهيت. وعايزه اقول لكم ان انا شلت ده، كانت على صينيه كمان وحطيته، شلته وحطيته في قلب الصاج وبحطه وبضير من وقت للتاني زي ما انتم شايفين كده. بصوا درجه حراره الفرن يا بنات متوسطه، اقل من المتوسط بشويه، بالذات اللي على القرص الطريه. والقاع برضو انتوا بتظبطيه على حسب الصاجات، يا اما الومنيوم يا اما صاجات اللي هي المجلفنه ديت. انت بتظبطي على حسب الصاجات بتاعك او على حسب الفرن بتاعك برضو. تعالوا بصوا بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم طريه زبده، وشفتوا الذوبان؟ اللهم صل على النبي. وريحتها يا بنات حلوه قوي قوي بجد والله. بصوا اللون موحد من القاع ومن الوش، وطريه جدا جدا. اللهم صل على النبي. قسما بالله القرص الكل بيحلف بيها. طيب اعرف ازاي يا شيماء اذا كانت دايبه معايا ولا مش دايبه؟ انا بمسك القرصه كده واجي ايه ادوس عليها بلاقيها طريه. طيب واللمعه بتاعتها بانت في ايديا، الايدام بتاعها تعرف ان القرصه دايبه. طب اعرف ازاي واتاكد اكتر برضو؟ تعالوا بصوا كده، امسك القرصه كده واطبقها في ايدي، لو ردت بصعوبه تعرف ان القرصه دي مظبوطه في الايدام بتاعها. لو ردت على طول وبسرعه، هنا انا مسرعه الفيديو عشان تكونوا واخدين بالكم، لو ردت بسرعه اعرفوا ان هي ناقصه ايدام. لان لو ردت بصعوبه قوي كمان وقعدت كتير على ما ردت تعرفوا ان هي دايبه على الاخر. لكن هي هنا عايزه اقول لكم مقادير مظبوطه بالسنتي يا بنات، بسم الله ما شاء الله، ودايبه جدا والله العظيم زي ما بقول لكم كده. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لي لايك ويدعم الفيديو. وبكده انتهى الفيديو النهارده، واشوفكم على خير في فيديو جديد وفي امان الله.